الاهلي بطل افريقيا 2023. هل الاهلي توج بهذا اللقب كان الدور الرئيسي فيه للحظ؟ هل الحظ ساعد الاهلي وهو السبب الرئيسي في ان الاهلي بطل افريقيا 2023، ولا اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي كان ليهم دور رئيسي وحيوي في ان هم يبقوا ابطال افريقيا 2023؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اولا، الحظ كان ليه عامل كبير في تتويج الاهلي ببطوله افريقيا 2023. ازاي؟ نيجي نتكلم واحده واحده. اول حاجه، كوره اطهر الطاهر، ضربه جزاء، اطهر هيدخل يشوط، الكوره جون، الاهلي بره افريقيا. اول حاجه في الحظ ان اطهر الطاهر الكوره بتاعته تتصد، فديت الحظ لعب مع الاهلي. كانت ممكن الكوره تدخل جون وكده الاهلي بره افريقيا ومفيش اي فرصه بالنسبه له. يبقى اذا الحظ لعب مع الاهلي، دي اول نقطه. تاني نقطه، بعد كده الاهلي اتاهل، قابل مين؟ قابل الرجاء. بس الرجاء مش هو الرجاء، يقول لك ده الرجاء ما كانش مغلوب، ده الرجاء كان جايب اكبر عدد من الاهداف في دور المجموعات. كل ده في الهوا. الرجاء في الادوار الاقصائيه لما لعب الاهلي كان سيء جدا، مش هو الرجاء اللي احنا عارفينه. لكن الاهلي كسبه واتغلب عليه في القاهره، وعرف يتعادل معاه في المغرب، وعرف يكسر الرجاء. كويس. كان حظ الاهلي حلو ان لاعب الرجاء وهو مش في حالته، في اسوأ حالاته. بعد كده الاهلي قابل الترجي. هل الحظ كان ليه دور؟ ايوه كان ليه دور. الترجي 10 لعيبه مصابين، اهم 10 لعيبه اساسيين في الفريق مصابين، منهم حمد الهوني اهم لاعب في الفريق مصاب. والاهلي قابل الترجي في اسوأ حالاته وعرف يفوز عليه في تونس وفي مصر. الحظ برضو كان ليه دور في النقطه دي. نيجي للماتش النهائي قدام الوداد الحظ لعب مع الاهلي. لعب مع الاهلي في ايه؟ هقول لحضرتك. خلاص الماتش 1-0 للوداد في المغرب، وخلاص الوداد ربع ساعه والوداد هيعلن ان هو البطل. لكن كوره بهجمه من معلول، بهجمه من ركنيه من معلول على دماغ محمد منعم بالظبط، تقف فين؟ توصل في اقصى الزاويه اليمين للحارس وتدخل جول. كانت ممكن الكره ديت مدافع يطلعها، كانت ممكن تطلع بره، كان ممكن الحارس يصدها، لكن هي جايه في المكان الصح وعبد المنعم في المكان الصح، والكره رايحه في المكان الصح وداخل الجول. الحظ لعب دور كبير جدا مع الاهلي، وخلاص بقى كان الماتش بيخلص والموضوع خلص. الحظ كان له دور كويس جدا جدا مع الاهلي. ده لو احنا اتكلمنا على حظ الاهلي في بطوله افريقيا 2023. طب هل الاهلي ولاعيبته وادارته كان ليهم دور؟ طبعا جدا 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 كان لهم دور. لعيبه الاهلي كانت رجاله جدا جدا جدا. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك. اولا، بعد هزيمه الاهلي من صن داونز ب5-2، اي فريق ممكن ينكسر يتغلب ماتشين ثلاثه. لا، الاهلي ولاعيبته كانوا رجاله، احنا بنقولوا الحق، كانوا رجاله، وراحوا لعبوا ماتش القطن الكاميروني في الكاميرون وكسبوهم 4. انت مغلوب 5-2 الماتش اللي قبله، احنا بنلعب كرجاله وغلبنا القطن في الكاميرون 4. دي بدايه عوده الاهلي. الاهلي هنا بيتمسك بالامل، يمكن الهلال يتغلب ماتش، يمكن صن داونز يحصل معاه مشكله، ما فرطش في الفرصه. بعد كده القطن جه لاعب الاهلي فين؟ في مصر، الاهلي كسبه تاني في مصر، وبرضه الاهلي متمسك بالامل بالفرصه لغايه اثر الطاهر ما ضيع ضربه الجزاء. فاذا قدام الاهلي حل واحد، ان هو يصعد، انه يكسب الهلال هنا في مصر. ولما الهلال جاله هنا في مصر الاهلي ما تهاونش معاه، كسبوا 3 عن جداره، ويثبت ان هو انا جاي اخد البطوله، انا راجع، انا هزيمه صن داونز 5-2 ما اثرتش فيا. يبقى اذا الاهلي تمسك بالفرصه، ما قالش بقى خلاص انا كده كده طالع يحصل اللي يحصل، لا، فضلوا يدافعوا ويلعبوا عن الفرصه لاخر لحظه. بعد كده لما طلعوا من دور المجموعات قابلوا الرجاء، هنقول ان الحظ لعب معاهم، بس هما كان ممكن يتغلبوا من الرجاء،
كان ممكن يحصل اي ظرف، لكن هم كانوا رجاله ولعبوا ماتش تاريخي هنا في مصر مع الرجاء، ولعبوا ماتش تاريخي مع الرجاء في المغرب. كانوا رجاله وعملوا اللي عليهم واستحقوا ان هم يصعدوا ويقابلوا الترجي. طب ما الترجي برضو كان فريق ضعيف، ايوه بس هم عملوا اللي عليهم، لعبوا قدروا يغلبوا الترجي في تونس 3، بعد كده رجعوا يغلبوا الترجي هنا في مصر. يعني عملوا اللي عليهم. ما ممكن الترجي في اسوأ حالاته وانا كمان اضيع؟ لا، ده هم لما الترجي في اسوأ حالاته هم ضغطوا عليه وركزوا وعرفوا يجيبوا جون واثنين وثلاثه ويتأهلوا على حساب الترجي. طيب لما قابلوا بقى الوداد هنا في مصر، الاهلي بهدل الوداد، كان يستحق 3-4 للاهلي، والكرة بتاعت الوداد اللي جون من خطأ وحيد من نص الملعب. انا شايف انه خطأ من نص الملعب، مفيش تغطية من نص الملعب. طيب لما لعبوا هناك في الماتش النهائي بقى في المغرب، ما قالوش بقى احنا في المغرب احنا كده كده هنتغلبوا، احنا قتلوا لاقصى ما يمكن حتى بعد ما دخل فيهم الجول. كانوا رجاله، كانوا مصممين على البطوله، وكانوا كلهم كانهم لاعب واحد. فعشان كده ربنا اداهم الجون بتاع عبد المنعم، ومش اي حد يجيب الجون، لا ده علي معلول اللي هو زعلان ان هو كان متسبب في الجون بتاع الوداد هناك في مصر، وعبد المنعم براسه يجيب الجون لان هو بصراحه بيلعب بقلبه. عبد المنعم بيلعب بقلبه، عشان كده علي معلول وعبد المنعم كانوا بيعيطوا بعد الماتش. ليه؟ لان هم يصعب عليهم ان هم يبقوا متسببين في الجون اللي هيخرج الاهلي من البطوله او يخليه ما يكسبش البطوله. يبقى احنا لو اتكلمنا بما يرضي الله، الحظ لعب مع الاهلي، والاهلي برضه عمل اللي عليه وزياده بلاعيبته بادارته، عملوا اقصى حاجه للنهايه واستحقوا فعلا. فعلا الاهلي يستحق لقب بطوله افريقيا 2023. ما خدهاش من فراغ، ما خدهاش بالسهل، خدها بالرجوله وبالاصرار وبالتحدي. والبطوله دي يجب ان تدرس للفريق مغلوب 5 وخد البطوله في الاخر بالاصرار والعزيمه، بالاصرار والعزيمه.